نعم محمد سعدون معي النجم السابق لريال مدريد، النجم العالمي زين الدين زيدان، وهو ضمن الإطار الفني لريال مدريد. زيزو زيدان، هل كنتم تتوقعون هذا الفوز وطريقة أداء البرشا هذه الليلة؟ صحيح، سيطر برشلونة من حيث الأداء، ولكن في مباراة نهائية بطبيعة الحال هناك أشياء خفيفة وصغيرة هي التي تخلق الفارق، وكانت الوضعية صعبة بالنسبة للفريقين صراحة. سيطر برشلونة، ولكن في النهاية برشلونة ريال مدريد تمكن من الفوز ووجه الضربة القاضية، وكان بإمكاننا أن نقتل المباراة من قبل. هل كنتم تشكون في المباراة من قبل؟ نعم، للأسف لم نفتح باب التسجيل في الشوط الأول، وكان بإمكاننا أن نفعل ذلك، وكان بإمكاننا أن نسجل حتى هدفين، ولكن عرفنا في نهاية المطاف من أين توكل، وراقبنا المباراة وفرضنا نفسنا وحققنا هدفا مميزا، وخاصة جاء الهدف في اللحظات التي بدأ فيها كل اللاعبين مرهقين، وأن تلعب ساعة ودقيقة هذا مؤثرا، وهذا شيء إيجابي وسيكولوجي يدفع ريال مدريد إلى الأمام للمباراتين القادمتين. بطبيعة الحال المباريات كلها مختلفة، ويجب المزيد من التركيز خاصة بالنسبة لريال مدريد. الفوز هذه الليلة شيء إيجابي بالنسبة لريال مدريد، ويجب أن ننتظر وأن نستعد للمباراتين القادمتين. إنها مباراتين صعبتين بطبيعة الحال، ولكن هذه هي أجواء كرة القدم، وحاليا أنا أعتبر ريال مدريد وبرشلونة من أفضل الفرق على الصعيد العالمي. شكرا لكم. كنت لعبت هنا منذ 7 سنين في النهائي، واليوم كيف عشت هذه الأجواء؟ أنا لعبت هنا وخسرت مرتين أيضا عام الذكرى المئوية بالنسبة لبرشلونة، وأنا كنت سعيد خاصة للمجهود الذي قدمه اللاعبين والتضحيات التي كانت كبيرة. شكرا لكم.